هاد الرخامه اللي غادي ياكلوه فيها موالين الدار واللي جات لاصقه في هاد البار، دائما في التصاميم كنديرها هابطه، يعني الارتفاع ديالها تقريبا 75 سنتيمتر، كتكون هابطه على المستوى ديال الرخامه ديال طاوله العمل، باش موالين الدار ملي كيبغيو يستعملوها في الاكل ما كيديروش هذاك الكراسه اللي عاليين كيجيو معذبين، لا كيديروا الكراسه بحال الكراسه ديال طاوله الاكل العاديه، كما قلت لكم ارتفاع ديال 75 سنتيمتر. كما كتشوفوا معايا المطبخ جا مفتوح على هذا السيجور، هذا السيجور اللي اللون ديالو جا اكثر من رائع، عجبني بزاف انا. ها انتم شوفوا معايا الاخوان، ملي كتكون الدار كامله مصبوغه بواحد اللون اللي هو فاتح وكيكون داخل معاها اللون الخشبي، حتى ملي كنزيدوا اللون الثالث وهذاك اللون الثالث كيخرج على الالوان المحايده، راه كيجي مزيون وما كيجيش مشارجي. وبالنسبه للخدمه المتميزه اللي غادي تشوفوا معايا اليوم في هذه الفيلا، هي العمل ديال المقاول عمر الدمناتي من ا حتى زد، يعني الفينيسيون كامله ابتداء من لانستالاسيون، الزليج، القبص، الصباغه، زائد حتى الفراش. تبارك الله ما شاء الله، النتيجه كانت اكثر من رائعه كما غادي تشوفوا معايا. وبالنسبه للدخله ديال هذه الكوزينه، من الجهه ديال اليمين كاينه هذا لابياج ديال الشين، وكاينه الفيترينا اللي عندها الباب ديال الزاج، ومن داخل عندها الطبيقات ديال الزاج، وبطبيعه الحال كاينه الاضاءه تما الوظيفيه. غادي تحط فيها مولات الدار الديكورات، غادي تعطي واحد اللمسه زوينه الدخله ديال الكوزينه. وايضا بالنسبه للكوزينه الصندوق ديالها اللي من داخل راه مخدوم بطبيعه الحال باللاطي، وبالنسبه للبيبان بالام دي اف اللون الابيض واللون ديال الشين. بالنسبه لهاد لاكاف تخدم بالخشب ديال الشين، اما بالنسبه للطابق ديال غرف النوم كما غادي تشوفوا معايا فهو تخدم بالخشب ديال الشوك. وبالنسبه للاضاءه المخفيه زادت من الجماليه ديال هذا المطبخ، كاينه تحت من الرخامه وكاينه في البلاصه ديال البواني. وبطبيعه الحال الليد المستعمل واللي عطانا هذه الاضاءه هذه بهذه الجماليه هو الليد بروفيل، ماشي الليد العادي كما سبق لي شرحت لكم. وبالنسبه للرخام ديال الكوزينه مخدوم بالكوارتز، وبطبيعه الحال الكوارتز خصو يكون نوعيه جيده، ماشي الرخام الاصطناعي العادي اللي كان سبق لي شاركته معكم واللي كيكون الثمن ديالو رخيص. هذاك النوع هذاك راه كيقدر يتشرب لك الطبايه وكما كتاثر عليه الحراره، يعني اذا كنتي باغي دير الكوارتز في المطبخ ديالك راه ضروري خصك تشوف نوعيه جيده، وبطبيعه الحال الثمن ديالو راه كيكون زايد، يعني راه ابتداء من 2500 درهم الفوق. وبالنسبه للابياج ديال الحائط ديال التلفاز حتى هو تخدم بالخشب ديال الشين وبديل الرخام، جا متكي على الدروج وجا مقابل مع السيجور، هاد السيجور اللي جا مفتوح مع الكوزينه. وهنا كاينه واحد لاكور وكاينه باب كبيره بورت فونيتر كوليسونت. الاخوه اللي عندهم بيبان كوليس كبارين وعندهم نوافذ كبارين ردوا البال، راه خصكم تخدموهم بالالومنيوم هوت غام ماشي الالومنيوم المتوسط. بالنسبه لهذا الصالون العصري مخدوم بالطابيسري، ولكن ضروري واحد اللمسه ديال الخشب تكون حاضره في هذا الصالون العصري، كتزيدوا جماليه وكتزيدوا اناقه ورقي. هذاك الخشب واخا تدخلوه غير في السوك التحتاني مره وتدخلوه في التكايات اللي في الجناب، وايضا تقدروا ديروه حتى في الطابله الوسطانيه. كما كتشوفوا معايا هذه هي الواجهه ديال الفيلا، طلعت رائعه، الله يدخلها بالصحه والهنا والزياده على موالين الدار. ودابا يلاه ديروا معايا واحد الجوله في الغرف ديال النوم. كما قلت لكم بالنسبه للطابق ديال الغرف النوم مخدوم بالخشب ديال الشوك كما كتشوفوا معايا بالنسبه للباب ديال هذه الغرفه. بالنسبه للصباغه ديال الجدران ديال هذه الغرفه في اللون الرمادي الفاتح. بالنسبه للقبص ديال السقف بطبيعه الحال كما كنأكد عليكم دائما يبقى في اللون الابيض. بالنسبه للسرير هو اللي داخل فيه اللون الوردي. بالنسبه للبلاكار كما كتشوفوا معايا في اللون الابيض وداخله فيها واحد اللمسه باللون الوردي. بالنسبه للحائط اللي جا مقابل مع السرير هذاك دار فيه المكتب، راه ما تصورش مزيان باش تشوفوه، انا كنوضح لكم مزيان الفصاله. وممكن الاخوان اللي باغيين يديروا حتى التلفاز في الغرف ديال النوم، ها هو المكتب كما كتشوفوا معايا، ممكن في نفس الحائط اللي غادي يدار فيه المكتب ممكن اننا نديروا فيه التلفاز. وهذا الشيء هذا كله كنحدوه اثناء التصميم الداخلي ديال غرف النوم، يعني كنحطوا كل حاجه في بلاصتها بالقياس اللي هو مضبوط وعلى حسب المساحه ديال البيت، يعني كنحاولوا ما امكن نستغلوا مزيان المساحه ديال البيت باش كل حاجه تكون شاده بلاصتها بدون اي مشكل من بعد.
وايضا يعني في التصميم الداخلي كنحدوا حتى الالوان، ان الوان غنستعملوا سواء في الصباغه اولا في الافريشه اولا في لي بلاكار. ايضا كنحدوا حتى الاضاءه، كنحدوا حتى القبص، ان ديكور ديال القبص غادي نخدموا به. يعني هذاك التصميم كيكون شامل ومضبوط وكيساعد بزاف موالين الدار على الاختيار، وباش ما كيكونش عندهم اخطاء ومشاكل من بعد ملي كتتم العمليه ديال التنفيذ. وكما كتشوفوا معايا بالنسبه لهاد الغرفه الثانيه كانت ديال الوليد، تصبغت حتى هي الجدران ديالها كامله باللون الرمادي، ودخل مع هاد اللون الرمادي واحد اللمسه باللون الازرق. ودابا غادي تشوفوا معايا الغرفه الثالثه بالنسبه للابواب كلهم ديال الشوك. بالنسبه لهاد الغرفه هذه على الجهه ديال اليمين مع الدخله ديال الباب كاينه دريسينغ كما كتشوفوا معايا. وكما كتشوفوا معايا بالنسبه للدريسينغ مع الدخله ديال الباب في الجهه اليمين كاينه الباب ديال الحمام. وبالنسبه للبلاكارات ديال الدريسينغ تخدموا على شكل او، وكاينه حتى الكوافوز كما كيبان لكم بالمرايه ديالو. وملي كيكون عندنا الدريسينغ كافي يعني المساحه ديالو كافيه، هاد الطريقه اننا نديروا الكوافوز ونديروا المرايه وسط الدريسينغ كتكون ممتازه. وحتى بالنسبه للباب ديال الحمام اللي كيكون وسط غرفه ديال النوم، كل ما قدرنا ان هذاك الباب ديال الحمام ما يجيش باين في الغرفه، يعني ما يكونش عندنا البيبان بزاف، تكون الباب ديال الغرفه والباب ديال الحمام والباب ديال الدريسينغ. يعني اذا قدرنا على حسب بطبيعه الحال المساحه والتصميم ديال الغرفه ديال النوم، اذا قدرنا هذاك الباب ديال الحمام تجي نداخل وسط الدريسينغ غادي يكون ممتاز كما شفتوا معايا هنايا في هاد الفصاله. وحتى بالنسبه للاخوان اللي جاتهم الباب ديال الحمام في وسط الغرفه ديال النوم في واحد البلاصه اللي باينه، يعني ما قدروش انهم يخبيوها، حتى في هذه الحاله هذه ممكن اننا نخبيو هذاك الباب ديال الحمام. يعني كنديروا هذاك الحائط فين كاين هذاك الباب ديال الحمام لابياج، يعني كله كيمشي بلابياج، وحتى الباب كتكون بلابياج وما كتبقاش باينه بصفه نهائيه. ودابا غادي تشوفوا معايا الحمام. في الدخله ديال الحمام كاينه هاد الرخامه فيها جوج ديال لي فاسك في اللون الذهبي، كاينه لابياج ديال الخشب، كاينه المرايه. الصراحه جا الديكور ديالها اكثر من رائع. بالنسبه للاخوه اللي حتى هما كيبغيو يديروا هاد الخدمه هادي، يعني كيبغيو الفاسك يكون خارج الحمام، خصوصا في الطبق اللي كيكون عندهم فيه الغرف ديال النوم. نعم الاخوان ممكن ديروا هاد الخدمه، ولكن ردوا البال هاد لي فاسك هادو ما خصهمش يجيو مقابلين مع الصالون. يعني ممكن انك ديرهم خارج الحمام ولكن يكونوا مغطيين بواحد الحيط، يعني فين كاينه الفاسك تكون تما طالع واحد الحيط مغطي، يعني ما كيبانوش من الكولوار اولا من السيجور اولا من الصالون، ما كيبانوش. هنا الاخوان بغيت نشارك معكم هاد لا سيباراسيون اللي كتكون في الباب الصالون، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لا سيباراسيون والصالون ديالهم ما يكونش باين بزاف، يعني يكون مستور شويه. كما كتشوفوا معايا كاينه هاد لي لام هادو، ممكن اننا نفتحوهم اذا كنا غير بوحدنا في الصالون، ممكن اننا نفتحوهم وممكن اننا نسدوهم وما يبقى يبان والو. ها نتوما كما كتشوفوا معايا شفتوا، يعني كتدورهم وكتولي تسدهم بصفه نهائيه. يعني هاد الجزء هذا فين كاين الصالون راه ما غاديش يبقى يبان على برا. ها نتوما الاخوان كما غتشوفوا معايا في الفيديو هاد لي لام ممكن اننا ندوروهم وكيبقى واحد ليسباس كبير بين وحده ووحده، يعني كتدخلنا الاضاءه مزيان. ها نتوما كما كيبان لكم شفتوا معايا، يعني وكاينه واحد ليسباس اللي هو كبير، وممكن اننا ندوروهم في الاتجاه الاخر ويتسدوا بصفه نهائيه.